سيد عبد الحفيظ ينقذ مهمة محمود الخطيب داخل النادي الأهلي ويشعلها رسميا في كواليس مغلقة داخل القلعة الحمراء. تتصاعد الأحاديث حول خطوة غير متوقعة قد تقلب موازين المشهد الانتخابي المرتقب للنادي الأهلي، بينما يعيش محمود الخطيب رئيس النادي حالة من التفكير العميق بشأن مستقبله وإمكانية خوض الانتخابات القادمة. ظهر اسم سيد عبد الحفيظ كحل وسط قد يبدد الكثير من الضغوط ويعيد ترتيب أوراق المجلس المقبل. وبحسب مصادر فإن بعض المقربين من الخطيب نصحوه بضرورة إدخال سيد عبد الحفيظ في قائمته الانتخابية المقبلة، باعتباره رجلا صاحب كلمة مسموعة وقادرا على تحمل مسؤولية ملفات حساسة خصوصا ملف كرة القدم. ويرى هؤلاء أن سيد عبد الحفيظ بحكم قربه من مطبخ الكرة داخل النادي سيكون الأقدر بإدارة هذا الملف، بما يخفف العبء الكبير عن الخطيب لا سيما في ظل ظروفه الصحية ومعاناته من ورم حميد يحتاج منه إلى راحة أكبر وتقليل حجم الضغوط اليومية. المثير أن سيد عبد الحفيظ نفسه بدأ يفكر بشكل جاد في خوض تجربة الانتخابات، حيث يرى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى وجوه لها خبرة ميدانية قريبة من أرض الواقع، وهو ما يمتلكه بالفعل من خلال عمله الطويل في إدارة الكرة. وتشير الكواليس أن سيد عبد الحفيظ بات مقتنعا أن وجوده في مجلس الإدارة سيمنحه مساحة أوسع للتأثير في واتخاذ القرارات من موقع رسمي داخل المنظومة. أما الخطيب فإذا حسم أمره وقرر خوض الانتخابات فإن المؤشرات تؤكد أنه سيضع سيد عبد الحفيظ ضمن قائمته في محاولة لتقديم صورة أكثر تماسكا للجماهير وأعضاء الجمعية العمومية، وإرسال رسالة بأن ملف الكرة سيكون تحت إدارة شخصية خبيرة وموثوقة. ويبدو أن دخول سيد عبد الحفيظ إلى المشهد الانتخابي قد يشعل الأجواء مبكرا داخل الأهلي، ويجعل الانتخابات المقبلة واحدة من أكثر المحطات سخونة في تاريخ النادي.